تمام. فالنوم ده حاجه غريبه جدا، يعني انا بضيع تلت حياتي ما بعملش حاجه، بشتغلش، ما بذاكرش، ما بلعبش حتى، ما ببسطش. وليه زمان كانوا بيناموا وممكن اي حاجه معديه تيجي تفترسهم وتاكلهم، ولكن النوم يستاهل كل المخاطر دي. فانا في الفيديو ده عاوز اشوف تاثير النوم الجيد لمده 30 يوم، وازاي النوم الكويس هياثر في حياتي. كمان عاوز اشوف نفسي هقدر التزم ان انا انام كويس 30 يوم ولا لا. فاستنى بس اشيل النضاره عشان النور بيضرب فيها وارجع احكي لك الموضوع. المشكله بقى ان انا وانا قالع النضاره فانا مش شايف نفسي في الكاميرا ومش شايف اللاب، فمش شايف النوتس بتاعتي. ربنا معانا. احنا النهارده 2/2/2023 وانا خلصت امتحاناتي يوم 23/1، وزي ما انت متوقع من 23/1 لحد النهارده نومي ما كانش مظبوط خالص. فانا عاوز خلال ال 28 يوم الجايين دول اللي هم بتوع شهر فبراير انام كويس، لان انا ما بنامش كويس مش انا لوحدي، كل الناس. ما بقاش مركز، ما بقاش قادر افكر كويس، ما بقاش قادر اركز، ببقى بتعصب بسهوله، ما بقاش في مود كويس عموما، وما بنجزش الحاجات اللي انا عاوز انجزها، ما ببسطش حتى بوقتي. فانا هحط لنفسي 9 قواعد او 10، انا مش شايف عشان النضاره، وهحاول اشوف في اخر الشهر هل التزمت اصلا بان انا انام بدري، ولو التزمت بان انا انام بدري ايه تاثيره عليا. قواعد ال10 او ال9 هنعرف لما نوصل. ان انا هحط جدول للنوم مش للصحيان، يعني كل يوم الساعة 10 أو 11 إن شاء الله هكون نايم. فالحاجات اللي هتعطلني هو أنت عندك اليو اف سي، ولما يبقى في تشامبيونز ليج برضو بيبقى بوقت الساعة 10 11 بتوقيت روسيا برضو، فالماتش يخلص 12 أو واحدة، فهحاول أقلل منها على قد ما أقدر. هتفرج على ريال مدريد وليفربول ده مبدئيا. تاني قاعدة هو اني هحاول اني مظبوطش المنبه للصحيان، هحاول اظبطه للنوم، هفوت سكاشن، فعشان عقبال ما اتعود هظبط الموبايل الساعة 11 بالليل والساعة 5 أو 6 الصبح بناء على ميعاد السكشن اللي عندي او بعده او قربه من المكان اللي انا عايش فيه. يعني ان شاء الله مع الوقت 10 15 يوم هكون اتعودت ان انا بصحى لوحدي الساعه 6 او 7. وده ليه؟ عشان انت لما بتصحى على صوت منبه هرمونات الاسترس بتاعتك بتبقى عاليه، ويا سلام بقى لو دوست سنوز هرمونات الاسترس بتاعتك بتبقى عاليه مرتين في 3 في 4 لحد ما بتقوم وتصحى. فان شاء الله هحاول اتعود ان انا اصحى من غير منبه. تالت حاجه ان انا احاول اصحى مع الشمس او مع نور عالي، لان انا هنا عايش في روسيا وهنا ما عندهمش شمس، او حتى لما الشمس بتطلع بتبقى كلها مغيمه ومفيش نور اصفر، ده ما بنشوفوش، هو بيبقى لون ابيض معرفش، بس هي الشمس دي بتاعتهم مش مفيده خالص. ولكن احاول اصحى مع النور عشان اظبط السيركيديان ريذم او الساعه البيولوجيه. القاعده الرابعه ودي هتبقى سهله عليا لاني ما بشربش قهوه، مفيش كافيين قبل النوم ب10 ساعات. ساعات بشرب شاي، ساعات بشرب بيبسي، بس انا مش بشرب حاجات سخنه او حاجات بارده كتير يعني، فدي هتبقى قاعده سهله. لو هضطر ان انا اشرب شاي او اشرب قهوه هشربها قبل النوم ب10 ساعات، لان تاثير الكافيين بيستمر في الجسم لحد 10 ساعات او اكتر، فده هياثر على النوم، بس انا ما اعتقدش ان دي هتبقى مشكله بالنسبه لي. يعني خامس قاعده ان انا هحاول العب رياضه باستمرار، سواء حديد او كوره. حديد. انا عارفك شايف دراع بتقول حديد، العضله هتكبر ان شاء الله، استنى بس. هحاول اتدرب، ولكن هيبقى في مشكله ان انا بتدرب مع فريق الجامعه من 5 ل 8 وانا ميعاد نومي المفروض الساعه 11، فالتدريب قربه من النوم بيأثر على النوم بالسلب مش بالإيجاب. فهحاول في يومين التدريب بتاع الكرة دول ما عنديش حل، ولكن في الأيام التانية إن شاء الله هحاول أتدرب بدري عشان ما يأثرش على نومي بالسلب. القاعدة السادسة إن مش هيبقى فيه قيلولة. أنا بحب لما أرجع من الجامعة أنام لي ساعة أو ساعتين عشان ريتشارج واصحى اذاكر، ولكن اكتشفت ان ده بيأثر على النوم بالليل، فمفيش قيلولة. القاعدة السابعة ان انا مش هاكل اكلة تقيلة بالليل، يعني احاول كل الاكل الكتير اللي هاكله يبقى في الغدا، والعشاء يبقى اكلة بسيطة، وكمان تبقى قبل النوم بساعتين 3 عشان ما تأثرش برضو على النوم. القاعدة الثامنة ان انا هحاول اقلل النور الازرق. في كام ابلكيشن اسمهم رايح مني دلوقتي ولكنهم عندي على التليفون، وهسيب الريسورسز في الديسكريبشن او هكتبهم على الشاشة. هحاول اقلل النور الازرق من التليفون، وكمان هحاول اقلل النور في الاوضة اللي انا قاعد فيها، يبقى في نور خافت بس لو هقرأ حاجة او هأكد على المذاكرة او كده، ان انا قبل النوم بساعة ما يبقاش متعرض لنور كبير، لان قصة كبيرة بقى في العين وبتلقط الضوء وبتضحك على ساعتك البيولوجية، والنور بيأثر على ساعتك البيولوجية، وان انت لما بتشوف نور بتحس انك بالنهار، عشان كده قلت هصحى مع الشمس. في فيديو كامل بيحكي عن الموضوع ده هتلاقيه فوق، اتفرج عليه. القاعدة التاسعة هو اني هبرد الأوضة قبل ما انام، يعني قبل ما انام هفتح الشباك شوية، وانا عايش في روسيا معرفش ده هيحصل ازاي، بس هحاول ابرد الأوضة على قد ما اقدر قبل ما انام، لان درجة الحرارة القليلة بتساعد على النوم. القاعدة العاشرة، وطلعوا 10 هم، ان انا مش هقعد في السرير اكتر من 20 دقيقة. يعني لو دخلت السرير وحاولت انام وقعدت تلت ساعة 25 دقيقة ولقيت نفسي مش عارف انام، هقوم واعمل حاجة تانية لحد ما احس بالنعس وارجع تاني، لاني اكتشفت ان انت لما بتقعد في السرير وقت كبير وتقعد تسترس ان انا عاوز انام وتحاول تقنع نفسك بالنوم، انت ما بتنامش وبتبقى
تسهر اكتر يعني. فهطبق ال10 دول وهنشوف في اخر فبراير عملت ايه. انا مش عارف الناس اللي بتمشي تصور نفسها في الشارع دي بيعملوها ازاي، بس لازم نتعود بقى، احنا انفلونسرز دلوقتي. احنا النهارده 7، اعتبر بادئ الموضوع بقالي 5 ايام، والموضوع صعب في كام مشكله كده، شويه كنت حاسبهم وشويه ما كنتش حاسبهم. اول مشكله الشمس هنا بتشرق على 8، فانا لو بصحى 6 مثلا فما فيش شمس لحد الساعه 8. الشمس مهمة عشان تفوقك وتظبط ساعتك البيولوجية وكده، فبحاول ازود النور، ادخل ايدي عشان البرد. تاني مشكلة ان الاسبوع ده مشغول قوي، ومش عارف انام الساعة 11 خالص، بنام 12 ساعات واحدة بس. مثلا النهاردة اديت لنفسي 6 ساعات او 6 ساعات ونص عشان النوم كويس، وما ذاكرتش الساعة اللي انا المفروض بذاكرها قبل ما بنزل الجامعة دي. ان انا مشغول دي مشكلة برضو، لان الاسبوع ده بخلص الجامعة بعد كده عندي بطولة مع الجامعة، فبنلعب كل يوم، فبرجع على 4 5 لو هعمل حاجة كلها، اذاكر شوية، هطبخ، هغسل هنضف البيت، فكل الكلام ده بياخد وقت يعني. حاجة كمان الساعة اللي قبل النوم دي، ان انت خلصت يومك الساعة 10 11 بس حاسس ان انت ما اتبسطتش وعايز تقعد تفتح فيسبوك شوية، تتفرج على فيديو يوتيوب، فالساعة دي وحشة قوي ومضرة. يعني انت بتقعد مثلا ساعة كمان ولا ساعة ونص، مخك ما بيبقاش جاهز للنوم، تبقى تو ستيميوليتد، فعقبال ما تخش في مود النوم تاني معاك ساعة كمان، فالساعة دي وحشة. فلو هتدي نفسك الساعة دي اديها لنفسك مش قبل ما تنام، اديها لنفسك في نص النهار او الساعة 7 8، مش بعد ما يومك يخلص تدي نفسك ستيميوليشن جديدة عشان مش تعرف تنام يعني. حاجة انا ما بنامش كويس قوي، لكن بنام 6 7 ساعات بس انا مركز في الموضوع، يعني انا مركز ان انا عاوز انام كويس، فده فارق. وحتى ال6 7 ساعات دول بيدوني طاقة، مخلينيش ماشي متعصب، تركيزي اعلى، اهدى في المود حتى. وبس كمل بقى شوف بقية الشهر ايه اللي هيحصل فيه. احنا 16 فبراير، الساعة 4:30 العصر. في اوقات تانية من السنة ممكن تبقى المغرب. انا نازل رايح التمرين. الاسبوع الاول كان عندنا بطولة الجامعات مع فريق الجامعة، وكان عندنا بطولة بنلعبها في الويك اند يوم السبت والحد. فيوم السبت رحنا لعبنا، واخوك جاب هاتريك، وبعد كده لعبنا بقى 2 و3 و4 وخميس وجمعة بطولة الجامعات. صعدنا نهائي، خسرنا ضربات جزاء عشان المهاجمين الافارقة بتوعنا الاتنين ضيعوا ضربات جزاء. فترتب على ده ان انا كنت ببقى بخلص الجامعة وبروح العب الماتش وبرجع، لو هنضف ولا هاكل ولا هعمل حاجة، فبضطر ان انا ما بنامش طبعا في ميعاد الساعة 11 لان محتاج اذاكر. فما كنتش بنام الساعة 11، كنت انام 12 1، اصحى 6 7، كنت محافظ على 5 6 7 ساعات لما بتزيد قوي. بس خلصنا البطولة الجمعة، السبت كان عندنا البطولة اللي هي بتاعت الويك اند دي، فالماتش كان الساعة 9 بالليل. فعقبال ما خلصت ورجعت البيت كانت الساعة بقت 11، فطبعا عقبال ما استحميت بقى واتعشيت ومش عارف ايه، فنمت 1 بس صحيت بدري عشان اتفرج على UFC بس كملت اليوم ده خلاص، اللي هو انا هبدأ بقى اركز على موضوع النوم وانام 11 واصحى 6 7 عشان ابقى ماشي على جدول، يعني ما عنديش حاجه تشغلني. فابتدينا 2 و3، خلصت السايكل بتاعت الجراحه وجالي برد للمره ال95,000 السنه دي. جالي برد كتير قوي السنه دي، فلما جالي برد بقى جسمي مكسر، وبقيت بضطر انام بالنهار، واللي بيخليني اسهر بالليل، فالنوم اتشقلب شويه، فبقيت بنام بقى 1:30 2، واصحى 7:30 8، وانام ساعتين 3 4 بالنهار، لان البرد بيكسر ويخليك عاوز تنام. فانا دلوقتي بفوق من البرد اهو، وان شاء الله الاسبوعين الجايين دول ما فيهمش حاجات كتير، فيهم نسا، السايكل بتاعت نسا، واخوك مش ناوي يتخصص في نسا، مش هيبقى في مذاكره كتير، هيبقى في مذاكره بس مش هيبقى في مذاكره كتير يعني. والبطوله بتاعت الجامعه دي
غالبا هتقف اسبوعين ولا حاجه، فلحد اخر الشهر مفيش حاجه غير التدريب بيبقى بالنهار. فالمفروض انا عندي تحكم اكتر في جدولي يعني، فخلاص هنمنع بقى النوم بالنهار وهنمنع السهر بالليل وتشوف هنعمل ايه. احنا النهارده 26 فبراير، البرد برضه لسه ما راحش والنوم برضه لسه ما اتظبطش. انا اول الشهر حطيت كام قاعده لنفسي اشوفهم ازاي هياثروا على نومي، واشوف ازاي لو نومي اتظبط هياثر على بقيه حياتي. اول قاعده حطيتها ان انا احط وقت ثابت للنوم. الموضوع ده ما نجحتش فيه قوي لاسباب مقبوله واسباب غير مقبوله. الاسباب المقبوله ان انا كان عندي في ايام امتحانات تاني يوم، او ان انا مش مخلص مذاكره فكنت بضطر اسهر زياده ان انا اذاكر. والاسباب الغير مقبوله زي ماتشات تشامبيونز ليج، او ان انا قاعد بتدلع ما اعملش حاجه. فمن الفتره الجايه هحاول ان انا ابقى عارف ان في حاجه هتبقى موجوده وقت نومي، وان شاء الله احاول ما اعملهاش تاني. حاجه كمان ما نجحتش فيها هي التعرض للشمس اول ما اصحى. هنا الشروق بيبقى متاخر، فلما بصحى وبصلي وبذاكر شويه وبنزل وبوصل الجامعه يا دوبك الشمس بتكون طلعت. ولكن مع الوقت هحل المشكله دي، لان الصيف داخل والشروق هيبقى بدري عن كده شويه، فهبدا اتعرض للشمس. كنت بحاول استبدل الموضوع ده بان انا اعرض نفسي لنور عالي اول ما بصحى، نور السقف او عندي نور زياده بذاكر عليه. بحاول ادخل كميه نور كبيره على عينيا عشان ابدا احس بالفوقان. النوم بالنهار والقهوه دول نجحت فيهم لان انا اصلا مش متعود عليهم قوي. شربت قهوه يومين 3 بس في الاسبوع، قلت يمكن الكافيين اللي يحل مشكله البرد، ولكن ما حلهوش. والنوم بالنهار نمت برضو يومين 3 بس بالنهار عشان كان البرد تقيل قوي والصداع، فاضطريت ان انا انام بالنهار. البلو لايت فلتر كان حاجه مفيده جدا، كنت قبل النوم بساعتين بشغله. ولكن وجود حاجات كتير قوي بتستثير مخي، زي ان انا قاعد على الفيسبوك او قاعد بتفرج على ماتش او قاعد بعمل حاجه بتتطلب تركيز عالي، ده كان بيخلي النوم اصعب. فالفتره الجايه هحاول اخلي اخر ساعه او اخر ساعتين دي ما بعملش فيهم حاجات كبيره قوي او حاجات مهمه قوي. ففي النهايه كان في ايام بنام فيها كويس وفي ايام ما بنامش فيها كويس، وحسيت قوي بالفرق ما بينهم لاني كنت بتتبع الموضوع عشان اعمل الفيديو ده. فالايام اللي كنت بنام فيها كويس كنت بصحى مركز في مود كويس، بروح الجامعه اكون مركز، برجع اذاكر ساعه او ساعتين، ببقى لو عندي تدريب بتدرب كويس، وما بجيش بعد العصر او بعد المغرب احس ان انا تعبان ومش قادر اعمل حاجه. على العكس بقى الايام اللي ما كنتش بنام فيها كويس كنت بروح الجامعه وكنت بروح لو في تدريب وكنت باكل، ولكن على طول حاسس ان انا تعبان، حاسس ان انا عاوز انام، حاسس ان انا مش في مود كويس، حاسس ان انا عاوز اليوم يخلص عشان الحق انام. ما كنتش بستمتع باليوم اللي انا ماشي فيه، بس مركز ان امتى اليوم يخلص عشان انام، عشان اعوض النوم اللي انا ما نمتوش امبارح. الشهر ده لو اكد لي حاجه فهو اكد لي ان انا محتاج انام كويس، لاني لما بنام كويس بشوف تغييرات ايجابيه كتير قوي في حياتي، من اول التركيز لحد المود لحد الطاقه لحد قدرتي حتى على لعب الكره كويس. عاوزك بس تركز ان الموضوع مش عن النوم، الموضوع عن ان انت تكون نسخة كويسة من نفسك. انت لما بتنام كويس بتركز اكتر مثلا في مذاكرة او في شغل، فده بيعلي من انتاجيتك، فده بيخليك انسان احسن. هو انت بس مش عاوز تنام كويس عشان تنام كويس، انت عايز تنام كويس عشان ما يؤدي اليه النوم ده. فانت بتنام عشان تبقى مركز في الحاجة اللي انت بتعملها، عشان تبقى انسان احسن. النوم هو وسيلة وليس غاية. عشان كده لما يوم تكون مش نايم كويس ما تقعدش مركز في ان انت مش نايم كويس، افتكر دايما ان النوم وسيلة بتساعدك انك تكون نسخة احسن من نفسك. فالنهاردة انت مش معاك الوسيلة دي، استخدم وسائل تانية عشان تحقق اللي انت عاوزه. بكرة يبقى معاك الوسيلة دي، والوسيلة دي مهمة جدا وفعالة جدا. بس ده كان كل اللي عندي النهاردة. اعمل سبسكرايب عشان يبقى عندي سبسكرايبرز، اعمل لي فولو على السوشيال ميديا عشان يبقى عندي فولورز. قولي لو عجبتك الفكرة دي من الفيديوهات. اشوفك الحلقة الجاية. السلام عليكم.